الاهلي في المؤجلات بيقدم حلويات، النينجا فايق ورايق وبيعمل اسيستات تعمل حرايق، وهو ده النادي الاهلي اللي احنا مفتقدينه من زمان، لعب وفوز وكل حاجه. النادي الاهلي النهارده عمل كل حاجه في المباراه، عندك تسديدات، ثروهات، اسيستات، اهداف ودفاع وخط النص، كله كان زي الفل النهارده. طاهر عارف ان هو ماشي من النادي الاهلي فقال لك لازم اعمل ماتش عالمي واعمل ماتشات عالميه قبل ما امشي. طاهر ده عامل زي الطالب اللي يجيب ملاحق في كل المواد ويجي في المواد اللي ما بتضافش على المجموع ويقفل المواد دي. الحلاوه طاهر النهارده، فطاهر خد احسن لاعب، عمل اسيست وجاب هدف وكمان ضيع ضربه جزاء. بس يلا هارد لك يا عم طاهر، كنا عايزينك تجيب هدفين بس انت طلعت براجل المباراه النهارده. بالنسبه بقى لعمرو السوليه، كل ماتش بينزل فيه بيثبت لنا ان هو ملك نص النادي الاهلي. والله العظيم انا لو مدرب النادي الاهلي هحتار العب مين في نص الملعب. انا كاهلاوي فرحان بنص الملعب النادي الاهلي، انت ما تعرفش مين اللي هيقعد دكه ومين هيلعب من كميه الكواليتي الكويسه في نص ملعب النادي الاهلي. بالنسبه بقى للمهاجم وسام ابو علي، فالنادي الاهلي محتاج مهاجم تاني زي كواليتي وسام ابو علي. وسام ابو علي بيعمل لك كل حاجه، بيضغط، بيعمل لك اسيستات، بيشوط، بيجيب لك اهداف، محطه كويسه، باص كويس، بيعمل كل حاجه. يا ريت يا خطيب عايزين كواليتي زي وسام ابو علي للنادي الاهلي، يبقى عندنا وسام ابو علي ومهاجم تاني نفس الكواليتي، قسما بالله لنكسر الدنيا. بالنسبه بقى لحراسه النادي الاهلي، فوجود الشناوي في حراسه النادي الاهلي، فحراسه النادي الاهلي بامان والله العظيم قليل عليك حارس مصر الاول، انت يا ابني في حته تانيه قسما بالله. وزي ما بقول لك مفيش فريق بطل الا بحارس بطل، واحنا عندنا الشناوي. والف الف مليون مبروك للنادي الاهلي، وان شاء الله الدوري في الجزيره. بس كده، يلا سلام.